مرتضى يولع المسرح والكلام ده. يعني انا راجل محترم وبتاع قانون، وعندي انصاري بقول تاني بالملايين. وقله الادب اللي انت عملتها النهارده دي، الحمد لله. لو قلت كلمه وقلت عكسها، زي ما انت كلمتي واحده وما ردتش على اللي انا قلته. السفيره البريطانيه، السفيره الامريكيه يا باسم انت ناسي لما كلمتني في التليفون وعيطت وقلت لي امي جنبي هنا اهو ومرعوبه يا باسم من 3 اشهر، فاكر؟ وعيطت زي النسوان. حياه امك الغاليه يا باسم، انت ومحمد الامين ومنصور عبد المجيد عامر، وحط لي محمد فوده الاخر المرتشي اللي كان متجوز غادة عبد الرازق. ما تقول له غادة هي طلقته ليه؟ محمد انت كده المكالمه التليفونيه اللي كان بين مراتك في قضيه الرشوه، فاكر الراجل بتاع الناس بتوع شبرا الدكتور؟ هات امك تاني يا باسم اللي انت عيطت كلمت في التليفون اللي خليك تندم على اليوم اللي امك حسب وكلمتك فيه. هو استاذ مرتضى بعد اذنك، استاذ فاضل، استاذ مرتضى بعد اذنك عايز اسالك على حاجه. انت تفسيرك ايه؟ استنى بس، بس في واحد اسمه اراجوز الفضائيات، في واحد اسمه اراجوز الخواجات. هو واضح ان هو بتاع الخواجات. طب بعد اذنك عايز اسالك سؤال. ابنك عايز يسالك سؤال. انت اسمع بس، انت كنت مستخبي تحت السرير انت وامك ايام حسني مبارك، ده انت اللي قايل في التليفون. وانا كنت 25 يناير ولا 28 يناير وانا اللي كنت بقول للزكريا عزمي في عز جبروته وحاكم مصر خربت البلد خلاص، وانا اللي بنتقد الدكتور محمد مرسي بنتقده على سياساته. ما جتش بنت صايعه تقول الاوامس والخوامس وقصناه وقصناه يا بتاع الخوا يا استاذ مرتضى. وديك الطب الشرعي. طب اسال سؤال، حضرتك سامعني؟ عايز اسالك سؤال. اديني تفسير للبرنامج ده في القناه دي بالاسلوب ده. تفسير الوحيد اسال محمد الامين اللي خلاه يقل ادبه على عماد اديب اللي في نفس قناته. عماد اديب هذا المذيع المحترم اللي كان بيذيع وبيقابل كل زعماء العالم وباسم لابس الكاتس اللي هو لبسه النهارده خوفا لا اروح له. واخد بالك؟ بس انا عايز اقول لك يا باشا انا مش بلطجي ولا فتوه، انا عندي ناس بالملايين في دايرتي في المنصوره وفي اجا اسمه دمر وفي تميده وفي المنيا، وكلمني ناس النهارده من هنا وكلمني ناس من سوهاج والصعيد وكلمني ناس من وصيه وناس من كفر الشيخ وناس من البحيره وناس من اسكندريه. يا باسم اتلقى يا باسم الناس فرحان بالبنات اللي انت جايبهم متصيع. انت عارف يا باسم بتاع دي اللي انت بتعملها؟ تاني بقول لك وانا وكيل نيابه الاداب يا باسم لما كان بيجي لي العيال بتوع الخواجات خلاص لما اقول له بقال ذاك اقوال اخرى يقول لي نفس اللي بتاعتك. واخد بالك يا احمد؟ يا ما دق على الراس طبول. هتقول لي وده برنامج اقسم بالله العظيم لو كان على الهوا ما كان باسم يوسف كمله. اقسم بالله كمله، انما هو على الهوا وكلنا ان شاء الله وده حق قانوني. خلاص فوق الاربع اذا كان بيسجل الاربع انا من حقي اروح ارد عليه. لو راجل ينتظر وانا برد عليه خلاص انا بوري مصر كلها الكادرز اللي لابسه وخايف زي ما كلمت قبل كده في التليفون من 2 أو 3 مش فاكر، وقال لي انا جنب امي بتعيط. امك يا ناس اللي خلي امك تعيط. واضح انك ما عرفتش تجربتي مع شوبير وتجربتي مع غيره وغيره. يا باسم انت فرحان جوه يا استاذ مرتضى. دي بتاعت ايه؟ الخواجات. استاذ مرتضى انا في اما توفيق حسونه المستشار المحترم يكون صاحبك في كلمه عنده قضيه بكره ان شاء الله في كلمه البرنامج في كلمه وان محمد يعني انت منصور عبد المجيد عامر قول هو انا عايز اعرف هو النائب العام سايبهم ليه؟ انت النائب العام حدث نص مصر بتاع اموال عامه. اي حد خد مترين ارض خدتوه حاكمتوه، اشمعنى دول سايبينهم؟ منصور عبد المجيد عامر ومحمد الامين سايبينهم ليه؟ ما تقول لك سر، ما تقول لي السر بتاع الاموال العامه يا رئيس يا محمد عام اموال عامه، ما تقول لي السر يا وزير الداخليه ورئيس اموال عامه. ما تقول لي السر محمد الامين جاب فلوسه منين وهو منصور عبد المجيد عامر. وبورتو مارينا وبورتو الغردقه وتوتو وبورتو لولو ولا في ايه؟ ده انتوا ماسكين احمد وحسن راتب ومش عارف مين
تحقيق ونيابات وقضايا ومش قضايا، ولا دول مظبطين نفسهم؟ يا استاذ احمد انا سعيد باللي عمله النهارده عشان مصر تعرف ان هو اللي بدا العدوان، وكل اللي طول انتقدته لما قال عباراته البذيئه الحلقه اللي فاتت. خلي بالك، وانا بقول لك يدافع عن محمد مرسي، اكثر واحد انتقد محمد مرسي بيقول رئيس جمهوريه فاشل وكل قراراته غلط واعلان دستوري مخالف للقانون، وكل اللي حوالين محمد مرسي كلهم ما بيفهموش في القانون، انا بقول الكلام ده هو لسه ايه بقى؟ عمالين يقولوا يا راجل خلى ده افضل اخرى لما كانوا بيقولوا لي قضيه الاداء دول يقولوا. استاذ مرتضى انا عارف ان حضرتك بتاخد الطريق القانوني دايما في اتجاهات. قانوني يا احمد، اسمع بس. اتفضل. احمد لما احمد شوبير غلط فيا رحت اتخانقت معاه ولا بالقانون؟ بالقانون. انا راجل قانون خلاص، لا بفهم في والقوه دي بتاعت الخواجات اخيرا. اما النسوان الصيع تاني اخيرا اللي بيأجرهم عشان يسافر. اخيرا يا استاذ مرتضى. استاذ مرتضى اخيرا ليك كلمه. ده البرنامج بيتسجل بعد 11 بالليل. فين ابوك يا بيت؟ فين امك يا بيت؟ نزلت ازاي من بيتكم؟ خلاص، اصل دي انيسه ودي سوسو ودي توتو وده الخواجات والواد ابو شعر اللي كان ماسك العلم وبيكبر ده هتأمك يحلق لك شعرك. استاذ مرتضى في كلمه شهيره للمستشار مرتضى منصور في يوم من الايام انا سمعتها في بعض المعارك اللي كانت بين حضرتك وبين بعض الاعلاميين لما غلطوا الغلطه دي، قلت فيها بشكل واضح ويمكن انا بستخدمها في برنامجي ان هم ما قدروش يقدروا الخصم بشكل كامل اللي هو مرتضى منصور قبل ما يتخذوه خصم. تعليقك على الكلمه دي؟ يا استاذ احمد اسمع بس يا احمد. بص احمد، لا انا ولا غيري فوق النقد، انما كان قلبك عليا هديك بالجزمه اللي في رجلي وهدوق جزمتي وحياه امك لا تدوق. يقول لك تاني يا احمد اقسم بالله العظيم قاعد يعيط في التليفون زي النسوان لانه كان قال كلمه مع بنت اسمها منى اسمها دي ابو هاد، واخد بالك، كان في برنامج ماشي ممنوع وقعد يعيط، وانا والله ما قلت لك ده ايه اللي كانت بتقول؟ اللي ذكر عشان السفيره الامريكيه تقف تسيب والسفيره الامريكيه وفي ابو اوباما اللي جابوا ابو اوباما خلاص. ايه علاقته بالسفيره الامريكيه؟ انا اللي كنت في مجلس الشعب قلت البلطجي بوش لما اجي كنت انت فين ايام بقى يا باسم يا بابي حبيبي فين كنت؟ هو ايه علاقته بالسفيره الامريكيه؟ وبتجيب لك كريري وبتدلعني وتقول لك جايب لك كريري يا باسم انا قلت لك بلاش انا. ايه علاقته بالسفيره الامريكيه؟ قانونيه محترمه لان انا راجل قانون، اما بقى دايرتي واهلي واصحابي والملايين واخد بالك اللي بتحب مرتضى انا ما اقدرش حد يروح له المسرح يتفرج عليه وكل ما يقول له يقول له يضمك شكرا للمستشار مرتضى منصور على مداخلته التليفونيه اللي جت